ريال مدريد هيخطف ميسي برشلونة الجديد. صلي بينا على النبي وتعالى اقول لك ايه الموضوع. كلنا شفنا اللاعب لامين يامال، اصغر لاعب شارك في الدوري الاسباني في القرن ال21. موهبه يا صديقي ولا اروع، لدرجه ان تشافي نفسه شبهه بالاسطوره الكرويه ليونيل ميسي. لا وكمان جماهير برشلونة معلقه كل امال جيل جديد عليه. لكن للاسف نادي ريال مدريد ظهر بطريقه قويه جدا في الموضوع ده. للي ما يعرفش، فلامين يامال هو لاعب كره قدم اسباني مغربي، وبالرغم من انه ناشئ من اكاديميه اللاماسيا ببرشلونه، الا ان كل المعلومات بتاكد ان والده مشجع مدريدي ليفل الوحش، وده عمل قلق كبير جدا على اداره برشلونه. لامين خلاص قرب يكمل عمر 16 سنه، ووقتها يقدر يمضي اول عقد احترافي ويروح لاي نادي بسهوله جدا. وخوف برشلونه وجماهيره زاد اكتر من ريال مدريد لما عرفوا ان خورخي مينديز بقى وكيل للاعب لامين يامال. للي برضه ما يعرفش، فمينديز كان وكيل رونالدو السابق. وعلى الجانب التاني صحفي الانتقالات المشهور فابريزو رومانو صرح ان لاعب على خطوه واحده من انه يمضي عقد لمده 3 سنين لنهايه 2026 في برشلونه.